السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي، قناة مطبخ نسمة القاضي. النهاردة يا حبايبي كده نعمل مع بعض بهارات. هما 6 بهارات مشكلة، بتبقى جميلة أوي معانا في الأكل. في أي أكلة تحطيها معاكي بتودي الأكل في حتة تانية خالص وبتخلي طعمه حلو. معانا هنا كبابة صيني، كزبرة، هنا 10 معالق كزبرة، معلقة هرمية كبيرة وكبابة صيني، وهنا 2 قرفة و4 كمون و2 فلفل اسمر، وهنا 2 حبهان. الكبابة الصيني 4 معالق كبار. ممكن تعملي نص الكمية هتدي كمية معاكي حلوة برضو. هنا هنحمص البهارات كلها. هنحط الكبابة الصيني 4 معالق كبار، 2 فلفل اسمر، 2 حبهان، 4 كمون، 10 كزبرة ناشفة. هنحمصهم مع بعض الاول. ديت البهارات الحصى كلها، والقرفة طبعا مش هنحطها معاهم على النار، على نار هادية كده، وقلبي على طول فيها وما تخليهاش تسهى عنك على النار عشان ما تتحرقش منك وطعمها يبقى مرة. ايدك في التقليب ونار هادية لحد ما البهارات تسخن معاكي. هنا زي ما انتوا شايفين كده بنقلب على طول، ما ايدينا ما تسيش هنا على النار عشان ما تتلسعش منك وتمرر معاكي. بصوا انا بجسها سخنت معايا خلاص. اول ما تسخن معاكي خلاص ما تسيبهاش معاكي عشان ما تمررش معاكي. هفضيها على طول في حاجه عشان حراره الحله ما تشعفش معانا البهارات اللي احنا محمصينها. هنا انا بحط عليها القرفه، عليها هي القرفه كده كده ناعمه، وهطحن على طول بقى وهي سخنه كده. الناس اللي بتقول البهارات ما ينفعش تتطحن سخنة، انت حمصتيها نزلت الزيوت العطرية اللي فيها هتركنيها خلاص يبقى ملهاش لازمة. انما وهي سخنة على طول تحنيها في المطحنة على طول وهي سخنة كده وما بيجرالهاش اي حاجة. هنا زي ما انتوا شايفين هنحط حبة حبة في المطحنة بتاعة البهارات ونطحنها عادي وما بيجرالهاش اي حاجة وهي سخنة. بصوا انا بنزل معاكم. بصوا هو ناس بتقولك وهي سخنة ده تعجن، مفيش الكلام ده. على طول انا طحنت اهو وبنخلها بمنخل صغير، سلك صغير اهو زي ما انتوا شايفين، عشان انا ما بحبش البهارات تكون خشنه معانا. هحطها تاني في المطحنه اطحنها. هنا بصوا بوريك اهو، هحطها تاني في المطحنه واكمل عليها بقى بقيه البهارات. هزود عليها بقى، حطيت اهوت وهزود عليها بقيه البهارات معايا واطحنها عادي. هنا وانا خلصت البهارات كلها، الكمية كلها طحنتها، بس في بقى حبة ناعمين خالص، حبة في الاخر مش عايزين ننعموا. بصوا انا هنحط عليها بقى معلقة ملح كبيرة، منها تنعم البهارات اللي هي مش عايزة تنعم دي، ومن ناحية تانية تبقى مادة حافظة للبهارات اللي انت طحنتيها كلها. هنطحنها بقى وننخلها ونقلبها كلها ببعض. هنا انا طحنتها اهي، هننخلها بقى خلاص هي نعمت خالص معانا، مبيبقاش فيها الا حاجات بسيطة بقى، واقلبها كلها ببعضها عشان خاطر الملح يتقلب كويس مع البهارات كلها يبقى مادة حافظة ليها. هنا بصوا هقلب بقى الملح كله بالبهارات، وهنا بقى هسيبها تبرد. يعني انت الوقت ده بقى هي بتبقى سخنة معاكي، سيبيها تبرد خالص. بصوا هي مش معجنة ومش مكلكعة ببعض ولا حاجة، البهارات زي ما انتوا شايفين ناشفة معانا ولا فيها اي حاجة. هي بقى كده هتسيبيها تبرد، وبعد ما تبرد خالص بقى تعبيها، بتبقى ريحتها جميلة. انا بستعملها في جميع الطواجن معايا، طاجن باميه، طاجن لحمه بالبصل، لحمه بالخضار، ممكن لحمه معصجه احط فيها، لحمه بارده تحط فيها الخضار اللي بتحطيه على اللحمه بتاعت الافراح. جميع اي حاجه معاكي طواجن تحطي جميله وريحتها جميله وخفيفه وحلوه. زي ما انتوا شايفين انا بوريكم اهوت. هعبيها بقى بعد ما بردت خالص، هعبيها ببطرمان ازاز معايا. بصوا افضل حاجه للبهارات واي حاجه عامه البطرمان الازاز. هنا انا عبيتها اهو، هغطيها بقى وهحطها في الضرفه تقعد معايا لحد ما تتم بريحتها
وجميلة وحلوة وما بتبصش معايا خالص، لان انا حاطه لها معلقه ملح ماده حافظه ليها. بس اهم شيء ما تعبيش البهارات وهي سخنه، اطحنيها وهي سخنه انما تعبيها وهي سخنه لا، سيبيها تبرد خالص وبعدين عبيها. اتمنى حلقه البهارات تكون تعجبكم، واللي اول مره يشوف القناه يشترك معايا في القناه ويفعل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. اسيبكم في رعايه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.